عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض حاجه كده كميه وفيره جدا يا جماعه، هتكفي معاكم اسبوع او 10 ايام كل يوم تفطروا منها مع كوبايه الشاي بلبن. طبعا على الفطار الصبح النهارده هنعمل اصابع اليانسون، حاجه كده في منتهى الجمال واللذاذه زي ما انتم شايفين كده. وكمان بنفس العجينه هنعمل منها منين بعجوه ساده بدون اي سمسم خالص، بطريقه سهله وبسيطه وسريعه ان شاء الله هتعجبكم جدا. وكمان العجينه ما فيهاش مكونات كتيره خالص، هي عبارة عن دقيق وخميرة وملح وبس، مفيش اي حاجة تاني. وهنطلع من العجينة ديت الجمال اللي انتوا شايفينه، ولا لبن ولا اي حاجة خالص. بس لو عندك كوباية سمنة هي اللي احنا هنضيفها على المكونات، وتقدري ان انتي تحتفظي بيها في علبة محكمة الغلق كل يوم تعملي كوباية الشاي بلبن. طبعا الناس اللي هم مدمنين الشاي بلبن زيي ما بيعرفوش يخلصوا كوباية الشاي غير لما نسقسق فيها اي حاجة من المخبوزات اللي انتوا شايفينها دي. انا لما بتزنق معايا خالص لازم اجيب حتى كيس بسكوت لو ما عنديش اي حاجه تتاكل في الشاي. يلا بينا، حطوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوني تابعوني وعشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه هستخدمها معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. الكميه اللي انتوا شفتوها دي كلها يا جماعه اقسم بالله عاملاها بكيلو دقيق بس. كيلو دقيق عليهم رشه من الملح، كمان ضفت عليهم نص كوبايه من السمنه وكوبايه من الزيت، ولو عندك بقى حته زبده يا ريت كمان تضيفيها. انا ضفت، كان عندي حته زبده ضفتها، نقلت المنين ونقلت الاصابع اليانسون دي في حته تانية خالص. دوبتهم كويس جدا وابتديت ان انا انزلهم على الدقيق بالشكل دوت. وهي دي المكونات اللي احنا هنعمل بيها الوصفه بتاعه النهارده. مش هنستخدم اي حاجه تاني غير ان احنا بس هنرطبها بحبه ميه، وهتكون العجينه معانا جاهزه عشان نعمل الجمال اللي انتوا شفتوه. بس اول حاجه لازم نبس العجينه بالشكل دوت. هنضيف الماده الدهنيه اللي انا قلت لكم عليها، زيت وزبده او سمنه، او سمنه وزيت بس، او زيت وزبده بس، اللي متاح عندكم اعملوه. ابتديت ان انا اغلف الدقيق كله بالسمنه والزيت بالشكل دوت. وكل اللي انا هحتاجه معايا كيس خميره فوريه، حطيت عليه معلقتين من السكر، وهبتدي ان انا احط عليه كوبايه من الميه، وهسيبهم يشتغلوا مع بعض وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. هبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا جدا بالشكل ده. بعد كده هبتدي ان انا اضيف اليانسون حبه صغيرين خالص، ضفتهم على المكونات دي زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا عشان اليانسون يتداخل معايا بالشكل ده. طيب ضفت ايه تاني؟ ضفت نص معلقه من البيكنج باودر، برضو بيخلي العجينه حلوه جدا جدا جدا. وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض. انا طبعا نقلت العجينه في العلبه ديت عشان العجينه كانت كبيره وما كنتش متملكه قوي ان انا ابس العجين. وزي ما انتم شايفين اول ما احس ان خلاص العجين كله ابتدى يتشرب الماده الدهنيه همسكه بايدي، اول ما هلاقيه تماسك هعرف ان كده ايه الدقيق كله معايا اتبس وبقى تمام التمام. جبت بقى الميه بالخميره اللي احنا عملناهم مع بعض، وهبتدي ان انا اقلب واحده واحده. طبعا كميه الميه اللي احنا هنضيفها هترجع لنوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، لان طبعا الاماكن متغيره، مش كلنا هنجيب الدقيق من مكان واحد، فكل واحده هتعرف مقدار الدقيق بتاعها هيشرب معاها ميه قد ايه. انا في الاول حطيت كوبايه وابتديت ان انا اعجن كويس جدا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. حسيت لا ان العجينه محتاجه ماده سايله تاني، فابتديت ان انا اضيف نص كوبايه ميه. انا ما ضفتش هنا اي حليب خالص ولا لبن بودره ولا اي حاجه، انا استخدمت الميه فقط بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وابتديت ان انا اقلب كويس جدا. كل ما تحسي ان العجينه معاكي لسه يابسه مش طريه، ابتدي ان انت تضيفي ميه وافضلي لمي فيها بالشكل ده لحد ما تلاقيها معاكي بقت عجينه طريه. طبعا وصلت هنا حسيت برضو لا ان هي لا محتاجه ان هي تتخدم شويه كمان بحبه من الميه. ابتديت ان انا احط لها وهبتدي ان انا اعجنها بالشكل دوت لحد ما الاقيها بقت متماسكه معايا وطريه في ايدي، ومش قادره اقول لكم كانت الطراوه بتاعتها عامله ازاي. طبعا لو انت عايزه تخدمي العجينه قوي ممكن تزيدي لبن بودره، ممكن تحطيها تعجنيها بلبن، بس انا حبيت ان هي تبقى اقتصاديه وموفره على قد ما نقدر، وعملتها بالميه بس. طبعا فضلت اقلب لحد ما العجينه معايا بقت بالشكل دوت. طبعا مش هسيبها ترتاح ولا اي حاجه، هبتدي ان انا اشتغل بيها على طول زي ما انت عايزه بقى. زي ما قلت لك، عايزه تعملي فيها بعجوه، عايزه تعملي فيها بملبن، عايزه تعمليها ساده زي ما تحبي. انا اخدت جزء من العجين وابتديت ان انا ابططه وافرده شويه واتني يمين وشمال بالشكل ده. وبعد كده هجيب المردانه بتاعتي وهبتدي ان انا افرده بشكل طولي زي ما هتشوفوا معايا. واهم حاجه تساوي العجينه، اهم حاجه العجينه تكون متساوه وبنفس التكنيك اللي انا بعمله ده عشان تطلع معاكي طريه من جوه وهشه
مفرغه وتدوب معاكي في الشاي على طول. انا فردتها بالشكل ده، قلت لا مش هتنفع ان انا افردها بايدي، لازم اجيب المردانه وابتدي ان انا اسويها، ويبقى السمك بتاعها في حدود النص سنتي يا جماعه، لان هي طبعا لسه هتخمر وهتزيد معايا، فلازم يبقى السمك بتاعها مش تخينه خالص، تبقى رفيعه حاجه بسيطه بس نص سنتي كده. وابتديت ان انا اساوي الجناب بتاعتها بالشكل ده عشان تطلع معايا مظبوطه. طيب احنا لما بنيجي نعمل القرقش ونيجي نقطعها بنحس ان هي كلها مش متساويه والمقاس مش مظبوط. هقولك على حركه بسيطه جدا 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 بعملها لما اكون مش عارفه هطلع المقاس مظبوط ازاي. هتجيبي معلقه وهتبتدي ان انتي تقطعي الطروف بتاعت العجينه بالشكل ده. دي ابسط طريقه تقدري تعملي بيها العجينه عشان تطلع معاكي اصابع البسكوت ديت او اصابع القراقيش ديت مظبوطه وشبه بعضها في المقاس وفي الطول، وبعد التسويه كمان بيبقى شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقوها معاكم في منتهى الجمال. انا في واحده طلعت معايا مش مظبوطه كده زي ما انتوا شايفين وشيلتها، وابتديت ان انا اساوي تاني واقطع بالقطاعه اللي انا ماسكاها ديت. طبعا انتي تقدري تقطعي بسكينه زي ما تحبي خالص، بس انا بقولك على اللي انا بعمله عشان تطلع معايا مظبوطه والمقاس واحد بس كده. هنبتدي بقى ان احنا نجيب الصواني الالومنيا. اي مخبوزات بحب اشتغل في الصواني الالومنيا يا جماعه، او لو عندكم سيجون تقدروا تعملوا بيها. بصوا السمك بتاعها قد ايه، وهي كمان عايزه اقول لكم ان ابتدت تخمر معايا من وانا بقطعها يعني. هحطها طبعا هنخبزها على درجة حرارة 180 رف اوسط، وهتاخد اللون الذهبي من تحت وهنديها لون تحت الشواية، هتبقى في منتهى الجمال. طبعا حبيت ان انا اعمل حبة بالعجوة، فكان عندي العجوة دي اللي هي بتاعت الطحان، حاجة في منتهى الجمال يا جماعة بجد، حلوة جدا جدا جدا. ابتديت ان انا اخد جزء منها وطريتها بحبة زيت كده او حبة زبدة او حبة سمنة، تطريها خالص تبقى طرية جدا جدا معاكي عشان ما تنشفش في المنين بعجوه اللي انت هتعمليه او لو هتستخدميه في القراقيش. عشان تبقى سهله معايا في الفرد، ابتديت ان انا احط اكياس بالشكل دوت، وان انا هفردها بالمردانه كاني بفرد عجينه بالظبط. عايزه الرفع بتاعها السمك بتاعها يا جماعه يبقى رفيع جدا 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 زي ما هتشوفي معايا انا هعمل ازاي. حاولي ان انت تفردي فيها على قد ما تقدري، ولما تلاقيها ان هي في حتت معاكي متساويه وحتت مش متساويه هتشوفي انا هعمل ايه. هبتدي ان انا اطلعها والزقها جنب بعض وافردها على قد ما اقدر عشان لما احط عليها العجينه يديني الشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا في التشكيل. بصوا يعني دوت كانت حوالي نص القالب اللي انا عملته، عملوا معايا كميه حلوه جدا 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 واتفردت معايا بكل سهوله. انصحك ان انت تحطيها ما بين كيسين كده وتفردي زي ما انت عايزه. طبعا انا لقيت في جنب عريض وجنب رفيع، فابتديت اسويها بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. برضو هكرر نفس الموضوع في العجينه، هبتدي ان انا احطها ما بين كيسين وافردها. فعلا موضوع الكياس ده يا جماعه ريحني جدا جدا في الفرد في العجين وفي العجوه زي ما انتوا شايفين كده. الكياس ديت كياس تلاجة عاديه، بفتحها وببتدي ان انا اشتغل فيها. لما حطيت العجينه على الكيس ابتدى ينكمش معايا، معرفش ليه، قلت طبعا اكيد من العجينه. رحت جبت كيس تاني وحطيته فوقيها وابتديت ان انا افرد، واتفرد معايا بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المنين بعجوه دلوقتي بقى غالي جدا جدا في الفرن يا جماعه، وحاولوا ان انتوا تعملوه في البيت. زي ما انتوا شفتوا كيلو دقيق عمل لي كميه محترمه، عمل لي كميه حلوه جدا 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 بجد. جربوه ومش هتندموا. يعني دقيق وزبده او سمنه وخميره بس وميه، يعني مفيش اي تكاليف خالص في الموضوع. فزي ما انتوا شايفين كده اهوت انا ابتديت ان انا احط العجوه على العجينه، وكان في حته فاضيه فابتديت ان انا احط فيها حته كمان من العجوه، وحطيت كيس وهبتدي ان انا افردها كويس جدا، لان انا عايزه العجينه تمسك في العجوه عشان لما تتلف احس ان الاتنين واحد، ما بقاش حاسه ان في فراغ ما بين العجوه وما بين العجينه. طبعا هنبتدي ان احنا نلف رول كده اهوت صغير، رول كده بالراحه جدا 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 لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. فانا طبعا كنت عايزاها تبان معايا طبقات اكتر من جوه، فكملت لحد الاخر. بس طبعا العجينه الحته اللي كانت فاضيه هبتدي ان انا اقصها بالشكل دوت، والناحيه كمان هقطعها، وهنشوف مع بعض هنكمل بقيه الرول ازاي. طبعا كل العجين اللي احنا بنطلعه ده احنا بنبتدي ان احنا نعجنه تاني ونفرده ونقطعه، وبيبقى زي الفل ما فيهوش اي مشاكل خالص.
هنبتدي بقى دول كمان سويتهم زي ما هم كده، مفيش اي مشكله في اي حاجه يا جماعه، ما تهدروش في اي عجين او ترموا او الكلام ده كله. حاولوا ان انتوا تستغلوا كل حاجه انتوا بتعملوها. ابتديت ان انا اجيبها الجزء اللي من تحت دوت، اقفل العجين كله على بعضه. بعد كده لقيت شكلها كده من فوق ساده، رحت قلت لا انا ايه اجيب المشط دوت، ابتدي ان انا اعمل عليها اي شكل من فوق، وكمان هقطع بيه اداني شكل جمالي واداني شكل تحفه جدا. بصوا السمك اللي انتوا عايزينه، عايزين نص سنتي، عايزين سنتي، زي ما تحبوا. انا عملتها سنتي وكانت معايا بالشكل ده. شايفين لما فردنا العجينه كويس وحطينا عليها العجوه وفردناهم تاني الاتنين مع بعض، لما جينا نقطعها الشكل بقى من جوه عامل ازاي؟ في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم الطعم بتاعها كان تحفه يا جماعه، بجد كان طعمه حلو جدا جدا، والعجوه مغذيه قوي قوي قوي، هتديكي نشاط وطاقه كده اول ما تصحي من النوم مع كوبايه الشاي بلبن، تاخدي 2 تاكليهم، بجد روعه يا جماعه. انا بعد كده مش هشتري منين بعجوه خالص من الفرن. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا تقدروا تحطوا عليهم سمسم او حبة البركة زي ما تحبوا، بس انا عندي بناتي اعداء للسمسم وحبة البركة، يعني مش بيحبوه خالص، فحبيت ان انا اعمله لهم سادة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هنبتدي ان احنا نرصصه الشكل اللي انت عايزاه. انا كنت حاطه كده بطريقة عشوائية، رحت قلت لا انا رصصه عشان الصينية تاخد معايا اكبر كمية، واسوي على طول وما ياخدش معايا كمان وقت في التسوية. ودوت يا جماعة المنين بعجوة الاقتصادي اللي احنا عملناه النهاردة. مش شرط كمان تجيبي العجوة من الطحان، تقدري تجيبيها من اي سوبر ماركت، بس تطريها بزبدة او تطريها بزيت. دخلته الفرن برضو نفس الموضوع على درجة حرارة 180، واخدوا اللون الفظيع اللي انتوا شايفينه ده. بجد يا جماعة تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوه. اتمنى الفيديو يكون النهاردة الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم ونال رضاكم. وديت الاصابع بعد ما استوت معايا لونها ذهبي وواخده لون من تحت تحفه يا جماعه، وبتدوب في الشاي بلبن. بجد انا ما قدرتش استنى وعملت على طول كوبايه شاي بلبن، وقلت لازم بقى ادوق الجمال دوت اخباره ايه. شايفين شكله بعد التسويه عامل ازاي؟ طبعا زي ما انتوا شايفين بنتي بتوريكم القراقيش او صابع اليانسون عامله ازاي، كلها لون واحد يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. بس هو ده الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. ارجع تاني واقول لكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتتابعوني عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني بفيديو جديد قريب ان شاء الله.